كان مستمتع قوي وهو بيعمل مساج، والبنت بتقول انا خلصت، وبقول لها لا لسه بدري، وبيقوم وبيحاول يعتدي عليها، بس البنت بتشتمه وبتطلع تجري. ولما بيخرج بيقول له صاحب المكان انا عايز الكارنيه بتاعي، وصاحب المكان بيقول له انسحبت منك ومش هتدخل هنا تاني عشان سلوكك مش كويسه. وبقول له ايه اللي حصل؟ وبقول له عشان انت كنت بتضايق البنت اللي بتعمل لك مساج وحاولت تهددي عليها، وبيتضايق وبيمشي. وفي تاني يوم بيروح لهم وبيتاسف لهم على اللي حصل، وبيتاسف للبنت وبيقول لها سامحيني. وبعد ما بتقبل اعتذاره بيقول لها عايزك تعملي لي مساج، وصاحب المحل بيقرر يديله فرصه تاني وبيخلي البنت تعمل له مساج. وبعد ما بتعمل له مساج وبتخلص بيقول لها في فلوس في الجاكيت بتاعي خديها ليكي تبس. والبنت بتفرح وبتاخد الفلوس وبتشكره وبتمشي. بعد كده بيطلع لصاحب المكان وبيقول له دي سرقت الفلوس من الجاكيت بتاعي، والبنت بتتصرف وبتقول له كذاب ما حصلش، وبيقول له خلاص يقدر ترجع الكاميرا. ولما برجعها بيلاقي ان فعلا البنت خدت فلوس من الجاكيت ومشيت، وبتقول له هو اللي قال لي ياخد الفلوس تبس. وبيقول لصاحب المكان لو ما جاتش النهارده تعملي لي المساج في البيت هبلغ عليكم البوليس واقفل لكم المكان ده. وصاحب المكان بيتاسف له وبيقول له النهارده هتكون عندك. والبنت بتعيط عشان الولد مش كويس. وبالليل بعد ما بتروح للبيت بتروح تعمل له مساج، وهي بتعمل له بيقول لها ايه ده انت ليك بقت خشنه كده ليه؟ وبيطلع ان مراته هي اللي بتعمل له مساج من غير ما يعرف، او تحط كلبش في ايده. وبيقول لها انت عايزه تلعبي ولا ايه؟ ومراته بتقول له لا انا اتكتب كل حاجه بنفسي. والبوليس بيقبض عليه، ومراته بتتاسف للبنت على اللي حصل معاها.